السلام عليكم. السلام عليكم إخواني أخواتي. بصراحة آآ كنحس بواحد الإحباط كبير بزاف، إحباط فيه عدم الأمان، عدم ال الإحساس بالأمن وبالأمان وبراحة البال، لأن ما حدث يفوق التصور، يفوق العقل. ما قدرتش نستوعب، ما قدرتش نستوعب كيف أن هذه المؤامرة تمر مرور الكرام على الشرطة القضائية وعلى بزاف ديال الناس بين الناس الأمن والناس ديال القضاء. كيفاش اللي ما عرفوش بأن هذه راه مؤامرة؟ وأبسط مواطن مغربي ملي يتبع هذه القضية هذه ديال دنيا باطمة عرف بأنها مؤامرة، وتبع الخطوات ديالها وعرفها بأنها مؤامرة، وعرفنا الأسماء اللي مدبرينها، وعرفنا واحد المجموعة ديال المشبوهين هما اللي داروا هذه المؤامرة هذه. كيفاش أن هاد الناس اللي كيديروا المؤامرات، هاد الناس اللي كيوسخوا السمعة ديال المغربيات، هاد الناس اللي كيوسخوا سمعة البلاد، كيفاش هما طليقين، كيفاش وحدة مظلومة تبات في السجن؟ شيء لا يصدقه العقل صراحةً. والله العظيم إلا كنحس بواحد الإحباط، واحد الحزن، حزن كبير على بلادي، حزن كبير على وطني، حزن كبير 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 بزاف. يعني المرارة ديال داك الحزن في حلقي، كيف أن في بلادي كاين هاد الظلم، كاين هاد الحقرة، كاين هاد المؤامرات، كاين هاد شي حاجة اللي فوق من الحقرة، فوق من الحقرة. ما عرفتش علاش حتى حد ما تدخل، ما عرفتش علاش، واش ما عندناش عقلاء في البلاد؟ واش ما عندناش ناس يميزوا بين الحق والباطل؟ واش بصراحة شي حاجة. ثقتي في بلادي كانت كبيرة بزاف، ثقتي وحبي لبلادي فوق الوصف، فوق الوصف. أنا من الناس اللي ممكن نعطي عمري لبلادي، نعطي حياتي لبلادي بدون نقاش، بدون ما نفكر. بلادي شي حاجة فوق 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 كل اعتبار. علاش هاد الناس كيهزوا ثقتنا في بلادنا؟ علاش هاد الناس اللي دعموا هاد المؤامرة الخبيثة كيهزوا ثقتنا في بلادنا؟ علاش هاد الناس بغاو يظلموا لينا بلادنا في عينينا؟ علاش هاد الناس بغاو يكحلوا قلبنا على بلادنا؟ علاش هاد الناس بغاو يخلقوا الكراهية في قلوبنا لبلادنا؟ علاش هاد الناس فين بغاو يوصلونا هاد الناس اللي داروا هاد المؤامرة دنيا باطمة، وهاد الناس اللي دعموهم بالأساس؟ وأنا كنهضر على دوك الناس اللي دعموا هاد القضية ودعموا هاد المؤامرة هادي. علاش؟ بغيت نفهم علاش سكتوا؟ علاش ما عندناش عقلاء في البلاد؟ ما عندناش ضمائر حية في هاد البلاد؟ واش ما عندناش ناس كيحسوا، ناس كيخافوا من الله؟ واش ما عندناش ناس كيخافوا من الله عباد الله؟ راه هادشي كيضر في الدماغ، كيضر في العقل، كيضر في القلب، كيضر في الإحساس، كيضر في الروح. هادشي راه فوق طاقة الإنسان. كيف يعقل أننا نزلنا من السما للأرض بواحد الشوت خايبة، نزل. أنا شخصيا كنهضر على نفسي، وكنهضر على بزاف، واحد الآلاف والملايين ديال المغاربة اللي حسوا بهاد الشوت هادي. خليونا من دوك الناس اللي متآمرين والناس اللي خارجين وكيوصيو الناس شنو يقولوا، وكيحفظوهم شنو يقولوا، وقولوا كذا وقولوا كذا وقولوا كذا. حنا ما كيقولنا حتى حد، حنا كيقولنا ضميرنا، كيقولنا إحساسنا بالتمغربية ديالنا هو اللي كيخلينا نقولوا. ما كيقولنا حتى حد، حتى حد ما كيكمش لنا 100 درهم و200 درهم في يدينا وقلنا قولوا كذا 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 كذا. حنا ناس كنهضروا بضمير، كنهضروا بأخلاق، كنهضروا بمحبة بلادنا، بغيرتنا على بلادنا وعلى بنات بلادنا وولاد بلادنا. هذا هو اللي مخليني أنا شخصيا كنهضر غيرة على بلادي. ما نبغيش بلادي يكون فيها الحقرة، ما نبغيش بلادي يكون فيها الظلم، ما نبغيش بلادي يكون فيها هاد السكوت المذل، سكوت مذل، هاد الصمت. كلشي ساكت، كلشي خايف، بحال شي سيدنا قدر هو اللي داير هاد المؤامرة والبقية كتلعب. هاد
هاد المؤامرة ماشي مؤامرة، هذه راه مأساة، أنا كنسميها مؤامرة المأساة، ودير مأساة أي مغربي ومغربية. هاد الناس هادو اللي داروا هاد المؤامرة ونجحات ليهم ودخلوا دنيا باطمة للحبس، وهذا هو اللي كانوا هما باغيين يمسحوا اسم دنيا باطمة. هاد الناس هادو كيف داروا اليوم هاد المؤامرة غدا يديروا وحدة أخرى كبر منها وبعد غدا كبر منها وبعد غدا كبر منها، بحيث أنهم ناس كيخططوا ينفذوا، وناس اللي عندهم واحد التكتل، ناس دايرين بحال واحد اللوبي مجموعين على بعضهم، منهم اليوتيوبرز، منهم ناس في القضاء، منهم ناس هنا وناس هنا وناس هنا وناس هنا وجامعين على بعضياتهم وداير لينا هاد الجروب هذا اللي لاعبين ولاعبين. يا ريتكم كون مشاو لعبوا لنا في كأس إفريقيا وجابوا لنا الكاس، كانوا والله العظيم كانوا يجيبوا لنا 10 كؤوس ماشي غير كاس، واخا الكأس إفريقيا كاين غير واحد هما كانوا غادي يجيبوا 10 لأنهم تفوقوا على الشيطان. كي قلت المرة اللي فاتت تفوقوا على الشيطان، هاد الناس تفوقوا عن الشيطان في التخطيط، في التخطيط وفي واحد الجبهة وبواحد الخرجة العينين وبواحد قلة العفة، قلة الدين، قلة العفة وقلة الدين وقلة التمغربيت. لأن أي مغربي وأي مغربية حر وكيخاف على بلادو ما يقدرش يدير مؤامرة لبنت بلادو فقط لأنها متفوقة عليه، فقط لأنها ناجحة عليه، فقط لأنها قدرات تحفر في الصخر بظفارها وتوصل، فقط لأنها ضربت التمارة ووصلات، لأنها وصلت خصنا ننزلو بابها الأرض. ما تستاهلش شكون حنا اللي خصنا نطلعوا. يا ريتكم كنتو قدها وكنتو كتعرفوا ديروا داكشي او عندكم حتى الموهبه ديالها وعندكم الكاريزما ديالها وعندكم الصوت ديالها. معليش شو اسلوبكم وشو اسلوبها؟ لا علاقه، لا علاقه، علاقه واحد المسافه طويله وكبيره بين السماء والارض. هي فين وانتم فين؟ واخا تدخل الحبس، واخا ندخلوا كاملين نجمعونا كاملين هاد الناس اللي كيبغيو يوديوني باطمور كيخافوا على المغربيات وكيخافوا على التمغربيات ديالهم كيخافوا على بلادهم، جمعونا كاملين ندخلونا الحبس. راه ولا عندنا شي عادي، ولينا كنشوفوا هادشي عادي، ممكن اي واحد يجي ويقبطوه يدخلوه الحبس. هذه ولات مسألة بالنسبة لي أنا ولات مسألة عادية، ممكن أي شيء ممكن، ما دامت المؤامرة دارت وتحبطت وتقادت وأمام أعين الجميع وداك الشيء غادي مرتب وغادي مصوب فيه دعم من هنا ودعم من هنا ودعم من هنا. عار على بلادي أن يكون فيها هاد الشيء وكل شيء ساكت. حشومة أنها تحسب علينا هادي في بلادنا في الوقت اللي عندنا حنا كنتغناو البلاد ديال حقوق الإنسان والبلاد ديال حرية التعبير والبلاد ديال القانون والبلاد ديال وجيتو طلقتونا من السما للأرض، فيقتونا من الحلم اللي كنا باغيين نعيشوه، بغينا نعيشوه حقيقة، لقينا نفوسنا في كابوس، كنعيشو في كابوس ديال الرعب ديال الخوف. داكشي ديال هيتشكوك، هادشي بحال شي فيلم ديال هيتشكوك، عايشين الرعب. يعني أي واحد ناجح ممكن نمشيو نسلطوا عليه ونجيبوه باباه الأرض عادي وما كاينش اللي يهضر، مكاينش اللي يتكلم، مكاينش اللي يدعم، كلشي يسكت، كلشي ساكت. علاش هاد السكات؟ علاش الإعلام ساكت؟ علاش الفنانين ساكتين؟ علاش كلشي متآمر؟ من خايفين؟ شكون هذا اللي راعبكم؟ شكون هذا اللي داعم هاد القضية هادي؟ شكون هذا اللي داعم هاد المؤامرة هادي ومخلينا كلنا نعانيو من هاد المؤامرة هادي؟ راه ماشي دنيا باطمة بوحدها وعائلتها اللي كيعانيو، راه كل مغربية وكل مغربية حرة وكتخاف على بلادها وكتخاف على سمعة بلادها كتخاف من هاد القضية هادي، لأن المؤامرة راها كتجي بحال واحد السوسة كتبقى كتاكل. اليوم على دنيا باطمة وغدا عند من النوبة يا الأخطبوط، عند من النوبة غدا. حشومة وما عندكمش ضمير وما عندكمش أخلاق وما كتخافوش من الله والعواشر هادي. الله ياخذ فيكم الحق، والله ياخذ فيكم الحق، يا من كنتو السبب في هاد المؤامرة هادي. الله ياخذ فيكم الحق، هذا اللي غنقول لكم، والله ياخذ فيكم الحق. لأن من العار أنها تحسب في بلادنا هاد القضية هادي، دار في بلادنا هاد القضية هادي. درتونا ضحكة في الدول العربية، درتونا ضحكة درتونا. شنو فزتو؟ شنو ربحتو؟
غتمسحو دنيا باطل متقدروش تمسحوها، واخا تدخل حتى عامين حتى 3 سنين الحبس غتخرج، وغتعاود توقف على رجليها وغتعاود تغني من جديد، متقدروش تمسحو دنيا باطل. دنيا باطل مورها بزاف الناس كيديروها كيبغيوها، ماشي كيخططو ويديرو المؤامرات، لا الناس كتبغيها وكتخاف عليها. بزاف ديال النساء الرجال كيبكيو هاد الليلة على دنيا باطلة، تيقوني أن ربي مغاديش يدوزها ليكم. الظلم ظلمات يوم القيامة يا الظالمين يا المتعديين، الظلم ظلمات يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ما رضاش نفسه يكون ظالم، نتوما رضيتوا نفوسكم تكونوا ظلمة والعواشر هادي الله ياخذ فيكم الحق. واحد واحد كل من دعم هاد المؤامرة وكل من مشى فيها وكل ما كنهضر فيها وكل ما كيشعل نارها الله يحرقوا بها، الله يحرقوا بها بهاد العواشر هادي. كل من دعم هاد القضية هادي الله يخرج فيه الحق في هاد العواشر هادي. رجاءنا من سيدنا يا مولاي، يا مولاي لا تخلي هاد الظلم هذا ينزل، ارفع الظلم عن المظلوم يا مولاي. أملنا كبير فيك يا مولاي، أملنا كبير فيك أنك ترفع الظلم على هاد البنية المظلومة. شحال من سنة ملي بدات يا مولاي وهي كتعاني هي والأسرة ديالها، ما خلاو سبوا فيها، ما خلاو عايروا، ما خلاو ما داروا فيها، الجميع صامت، صمت الأموات. يا مولاي ما بقى لنا حتى شي باب من غير بابك، والله سبحانه وتعالى التدخل السريع يا مولاي، التدخل السريع لإنقاذها. العفو الملكي يا مولاي هو أملنا الوحيد فيك، أملنا الوحيد والأوحد يا مولاي هو بابكم. كنترجاك يا مولاي وكنتوسل ليك باسمي وباسم كاع الناس اللي كيبغيو هاد البنية هادي، ترحمنا وطلق سراح هاد البنية هادي لبنياتها والأسرة ديالها ولينا حتى حنا. الله يفرحك يا مولاي والله يعطيك صحيحتك والله ياخذ من عمرنا ويعطيك. إلا ما تجاوب يا مولاي معنا، تجاوب يا مولاي مع توسلنا ومع دعواتنا ليك يا مولاي. لا تجاهلنا، لا تتجاهلنا يا مولاي، راه ما عندناش من غيرك، راه أملنا في الله وفيك فقط، ما عندناش أمل في شي حد آخر من غير الله سبحانه وتعالى وأنت يا مولاي. رجاءنا المرة الثانية ورجاء المرة الثالثة ورابعة وخامسة وعشرة، راه لا أمل لنا إلا أنت يا مولاي. العفو الملكي لدنيا باطمة، أرجوك يا مولاي، أرجوك أرجوك.